الهجوم على الفنانة عبلة كامل بعد ظهورها في الإعلان فودافون في رمضان 2026. إعلامي مصري طلع وقال ناس بتحسد عبلة كامل على ظهورها في الإعلان وعلى المبلغ اللي خدته، بيقولوا إنها خدت 25 مليون جنيه في الإعلان. قالوا إن ظهورها ده لأسباب مادية، وقالوا إنها وقت التصوير اللي استمر 12 ساعة. طب ليه الكلام الكتير على الفنانة عبلة كامل؟ ما الهضبة عمرو دياب ظهر هو وأولاده الأربعة عملوا إعلان، فنان تامر حسني وظهر مع أولاده في إعلان برضه في الموسم الرمضاني 2026. الفنانة الجميلة النجمة الوحيدة اللي اتفق عليها العالم العربي كله على حبها واحترامها هي الفنانة عبلة كامل، اللي مثلت دور عفاف في الشهد والدموع ورقية البدري في ليالي الحلمية، ورايا في مسلسل رايا وسكينة، وشكران في هوانم جاردن سيتي، وفرنسا في خالتي فرنسا، وغيرها من الأدوار. عشنا معاها أجمل المسلسلات في رمضان. عبلة كامل مش مجرد اسم، مش مجرد فنانة، دي تاريخ وحكايات وقبول من عند ربنا. ظهور عبلة كامل وحصولها على الترند 4 ساعات خد الإعلان 8 مليون مشاهدة. إعلان عادي لشركة فودافون، لا في خلاعة ولا قلة أدب. كلنا كنا سعداء بظهور الفنانة المحترمة لذات ظهورها رونق ظهور الفنانة المحترمة ياسمين عبد العزيز والفنانة منى شلبي. لا الإعلامي خالد الغندور وقال إنها مهما غابت ما بتتنسيش ووشها حبها بيفضل كبير بينا. والإعلامي خالد الغندور على ظهور عبلة كامل في إحدى الإعلانات شهر رمضان، بالتحديد إعلان فودافون، تابع على حسابه الخاص بالفيسبوك: معاها عشنا أجمل المسلسلات في رمضان، عبلة كامل تاريخ وحكايات وقبول رباني، كل سنة وانتي بألف خير، رمضان كريم عليكي. ظهورها في الإعلان اللي لفت الأنظار وجاء كعودة قوية بعد غياب طويل عن الأضواء، استقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة. الوقت نفسه نفت شائعات مرضها، قالت من خلال الإعلان: ما تخليش حاجة أبدا تحوشك عن اللي وحشك، طول ما احنا مع بعض رمضان بينور بينا. حقق الإعلان تفاعل كبير جدا فور طرحه، إنه كان بمثابة عودة قوية للفنانة عبلة كامل بعد اختفاء سنوات. الصحفي خالد شهيد: يا عبلة كامل وافقت تظهر بالإعلان فودافون، ترى عشان محتاجة فلوس أو مضطرة تعمل كده؟ من الكواليس والتفاصيل قالت عبلة كامل 10 ثواني: ده كان من الأحسن الحاجات اللي حصلت لنا السنة دي في رمضان. القصة بتبدأ إن شركة فودافون كانت عايزة تعمل إعلان، والإعلان يظهر فيه حد مشهور تقلب الدنيا إنه وحش الناس. وقع الاختيار على الفنانة الكبيرة عبلة كامل. الفترة اللي فاتت كل كان متلهف لأي خبر عن عبلة كامل، أي خبر عنها بيظهر تقلب الدنيا. الناس كلها كانت عايزة تطمن عليها وعلى صحتها. راحوا مندوب الشركة فنانة عبلة كامل وطلبوا منها الأول، فهي رفضت رفض قاطع، قالت: أنا خلاص اعتزلت وابتعدت وبقالي 8 سنين، رد عليا إن أنا أعمل الجزء السادس من سلسلة دم، أنا اعتذرت. كان الأولى إن أرجع من خلال الجزء السادس، كان في وسائل ظهرت لإقناعها، مش ضغط عليها. هي إن المشرفة الإعلامية لشركة فودافون سيدة تحظى بعلاقة طيبة جدا وصداقة مع الفنانة عبلة كامل. ومخرج الإعلان محمد شاكر خضير، ده مخرج كبير، أخرج مسلسل طريقي لشيرين عبد الوهاب، براند أوتيل، هو ابن المخرج الكبير شاكر خضير. مخرج محمد شاكر خضير اللي مربياه أصلا من صغره الفنانة عبلة كامل. المخرج شاكر خضير كان زميل دراسة للفنانة عبلة كامل، كانتهم طيبة مع بعض. هو قال لها: ادعميني وقفي جنبي. طبعا عبلة كامل ست المحترمة الجدعة بنت مصر مستحيل تتخلى عنه، وقفت جنبه. لها عن قصة الإعلان: مش مجرد إعلان لشركة اتصالات، ده احنا عاملين فكرة إنسانية جدا. قول للناس لو في حد حبيبك أو قريبك أو أستاذك أو أي حد علاقتك بيه طيبة مشغول عنك أو أنت مشغول عنه، اتصل بيه وتطمن عليه. لها في الأول والآخر ده موضوع إنساني، من خلال نجوم الناس بتحبها. الكلام ده هيبقى من خلال النجوم دول، الناس بتحبهم وبتثق فيهم. لها هيظهر معاكي 2 من النجوم، عليكي اختيارهم. هي اختارت بنفسها الفنانة المحترمة ياسمين عبد العزيز والفنانة منى شلبي، إلا أنهم دايما على تواصل معاها، اشتغلت مع الاثنين، علاقة ود ومحبة بينهم. عرفوا ان هم يعملوا اعلان مع عبلة كامل، كلموش ابدا في الاجر. التصوير كان في جاردن سيتي، نفذ في شهر يناير واستغرق 12 ساعة، يعني يوم واحد بس. عن حكاية الاجر ده فكان من حقها، عبلة كامل ما تستاهلش 25 مليون بس، تستاهل 2 مليون دولار. لكن الهدف ما كانش الفلوس، ان في الحقيقة الناس كلها بتشتغل عشان الفلوس وده من حقها. في ناس ما عجبهاش الاعلان وقالوا ان فكرة مستهلكة. اول مرة شركة فودافون تعمل الفكرة دي، فزتها مع الراحل الفنان الكبير جورج سيدهم، الفنانة الجميلة أيقونة الجمال شريهان. برضه كان الظهور ليهم في رمضان، لأن ظهور عبلة كامل كان مميز. غريب إن الناس مستكترة 25 مليون. فنانة كبيرة زي عبلة كامل لها إطلالة مميزة، رصيد كبير من الحب والاحترام داخل نفوس العرب والمصريين. ممكن تكون مريضة ومحتاجة فلوس، ايه المشكلة؟ هي عملت شغل، إنها محترمة وجميلة وربنا بيحبها بعت لها رزقها، وظهرت محجبة ومحتشمة وجميلة. إن فلوس الإعلان اللي خدتها حلال، ربنا يبارك فيها ويشفيها ويعافيها يغنيها بفضله. ما تنسوش إن عبلة كامل دي قيمة وقامة فنية كبيرة، نحميها ويحفظها ويسعدها، ربنا يرزقها بركة في العمر في الرزق. نانا طول عمرها قدوة حسنة، وده فرحنا كلنا، بلا اننا كنا مشتاقين لرؤيتها. محدش يستكتر عليها رزقها، الرزق ده من عند ربنا، ربنا يرزق الجميع، يغني الجميع، ربنا يديها الصحة وطولة العمر. يرزقني ويرزقها ويرزقكم حسن